الناس اللي بتعشق البطاطس بقى واحلى مقبلات بقى تيجي هنا تشوف بقى البطاطس الجامده اللي انا عاملاها دي بطريقه في منتهى الجمال. ممكن بقى تاكليها كده في عيش، في سندوتش، حاجه كده تفتح النفس. سهله وبسيطه، هتقومي تعمليها في ثواني، ومن حلاوتها مش هتبطلي تعمليها. ايه رايك بقى؟ تعالي نشوف مع بعض عملنا ايه. معانا هنا 3 بطاطسيات احنا قشرناهم وغسلناهم، هنقطعهم كده طرنشات. هنخليهم اتخن من الشيبسي بشويه. خلاص، شايفين السمك بتاعها ده؟ في طاسه الزيت السخنه بقى، وهننزل بالبطاطس بتاعتنا عقبال بقى اما تتحمر. تعالى نشوف مع بعض عملنا ايه. معانا هنا ربطه بقدونس صغيره هنقطعها. خلاص. ومعانا هنا بصلايه واحده هنقطعها جوليان. خلاص، هتقطعيها كده بالطريقه دي او جوانح، قطعيها رفيع. هتعجبك اول وصفه ان شاء الله. النهارده الفيديو بتاعنا سهل وبسيط وسريع جدا. هنحط بقى التوابل بتاعتنا. ملح، هنحط معلقه ملح، ومعلقه فلفل اسمر، ومعلقه كمون، ومعلقه بابريكا. خلاص. هننزل بقى هنا بليمونتين كبار كده، هنبدأ نعصر فيهم. اسهل طريقة بطاطس، طريقة جديدة وبسيطة هتحبها جدا. مالكيش نفس بقى لاي حاجة، هتقومي تعملي بقى تطلعي كده بطاطسيتين وتحمريهم. معلقة كاتشب كبيرة، وهنقلب بقى كل الكلام ده في بعضه. مش هتبطلي تاكلي فيها من حلاوتها. خلاص، البطاطس بقى كده على النار. البطاطس هنا بتاعتنا اتحمرت وطلعناها. هننزل عليها بقى بالخلطة اللي احنا عملناها بالبصل والبقدونس والتوابل والليمون. قلبي بقى كل الكلام ده في البطاطس وهي سخنه. عايزه اقول لك طعمها مميز ومختلف جدا. ايه رايك بقى في شكلها والطعم؟ حاجه كده في منتهى الجمال. لو عجبك بقى الفيديو يا ريت تدوسي لايك. ولو انت جديده معايا يا قمر يا ريت تشتركي معايا في القناه، واستنوني حبايبي في فيديو جديد، واشوفكم بخير.